معتمر اخرج إلى الصفا من باب الصفا، فإذا اقتربت من الصفا فاقرأ آية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وإنما تقرأ مرة الآية تقرأ مرة واحدة عندما تذهب إلى الصفا فقط، مو كل شوط، مرة واحدة فقط. نعم. ها ثم تقول أبدأ بما بدأ الله به ثم يعني إيش؟ قل كما قال النبي أبدأ بما بدأ الله به، أو نبدأ، كلها جاءت عنه. طيب. ها ثم تبدأ بالصفا فترقى عليه حتى ترى البيت واستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم ادعو بين ذلك وقل مثل ذلك 3 مرات. لأن هذا ثبت عنه أنه وقف على الصفا وجاء بهذا الذكر ودعا وأعاده 3. وكان ابن عمر يقف يدعو حتى يمل من كان معه من الشباب على الصفا والمروة، يقف يدعو طويلا ابن عمر، وكان معه من الشباب يملون. نعم، لأن هذا مواطن الإجابة. هذا الذكر لا إله إلا الله هذا جاء به النبي ودعا وكرر ذلك 3. نعم. ثم إذا جاء المروة نفس الموضوع، ماله يقول هذا الكلام ويدعو ويكرر ويرفع يديه في الدعاء، لأن الأصل في الدعاء رفع اليدين، إلا أن يأتي دليل يدل على خلاف ذلك. نعم. ثم انزل من على الصفا إلى المروة ماشيا حتى إذا كنت بين الميلين الأخضرين فإنك تسعى سعيا شديدا، مو رمل، هذا كرمل ماله مقاربة خطة. نعم، لكن أما هنا سعيا شديدا، لأن في حديث بنت أبي تجراه قالت فرأيته يسعى شديدا حتى إن إزاره ليدور. يعني نعم بإمكانه، يعني ما هو فاحش لكن سعي، مو زي رمل. بنت أبي تجراه تقول رأيته نعم يسعى بينهما شديدا حتى إن إزاره ليدور. حد بنت أبي تجراه. نعم. فإذا تجاوزت الميلين فإنك تمشي مشيا معتادا حتى تأتي المروة فتفعل على المروة كما فعلت على الصفا، لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فتسعى 7 أشواط ذهابك شوط ورجوعك شوط حتى تكمل 7 أشواط وينتهي سعيك إلى المروة. إن كنت متمتعا فتقصر من شعر رأسك كله. ليش قلنا كله؟ لأن هناك اللي يأخذ من هنا شوية ومن هنا هذا كلام ليس بصحيح، وهذا لا يجزئ. طيب لو جاء واحد الآن وقال الله أنا اعتمرت 5 عمرات كلها أخذ لي من هنا شوية ومن هنا شوية، قلنا اللي راح اللي أفتاك على ذمته، لكن مستقبل لا تفعل هذا. نعم. إن كنت متمتعا فتقصر من شعر رأسك كله وتكون عمرتك قد تمت. أما المرأة فتقصر قدر أنملة فقط، وإن كانت قارنا ولم يكن الهدي معك، وإن كنت قارنا ولم يكن الهدي معك وكنت مفردا بالحج فيسن لك مؤكدا أن تفسخ إلى عمرة. كل الحجاج اللي ما سأل بالهدي وجاي يطوفون نقول افسخ إلى عمرة. إيش معنى خليك متمتعا، افسخ إلى عمرة، لأن النبي هكذا قال لأصحابه، قال اجعلوها عمرة، وقال لولا أني سقت الهدي ولا نعم لأحللت معكم، وتمنى أن يكون متمتعا عليه الصلاة والسلام، ولكن منعه إيش؟ سوق الهدي. فنقول لكل حاج قارنا أو مفردا افسخ إلى عمرة. نعم. فيسن لك مؤكدا أن تفسخ إلى عمرة وتجعل طوافك وسعيك عمرة وتقصر من شعرك، يعني بعد الطواف والسعي. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه اجعلوها عمرة، رواه مسلم. فتحل من الإحرام وتلبس ثيابك ويحل لك كل شيء حتى النساء إلا من كان معه الهدي، فإنه يبقى على إحرامه إلى يوم النحر.
لحديث ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. رواه الشيخان. وفي لفظ لهما: فلا أحل حتى أحل من الحج. يعني فبقي محرما، وهذا حال القارن. وكذلك المفرد يبقى محرما حتى متى قلنا ايش؟ يبقى محرمين حتى يتحلل يوم العيد، حتى يتحلل يوم العيد. نعم. إن كنت لم تفسخ إلى عمرة بل بقيت على القران أو الإفراد مع أنك لم تسق الهدي معك، فإنك تبقى على إحرامك بعد طوافك وسعيك ولا تقصر من شعرك وبقاؤك على القران أو الإفراد في هذه الحالة خلاف الأولى والأكمل، لأن الفسخ إلى العمرة يسن سنة مؤكدة. لأن النبي أمر أصحابه به، قلنا أمر أصحابه وأمر أقل أحواله الندب، ولأن النبي تمنى أنه كان متمتعا وتأسف عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم التروية اليوم الثامن: إذا كان يوم التروية فإن المتمتع يحرم بالحج من مكانه، لأن المتمتع ماله قد حل من عمرته وهو الآن حلال، فيحرم بالحج يوم الثامن سواء كان في منى أو كان في مكة أو كان في الطائف أو كان أحرم بالحج من مكانه، ويفعل كما فعل في إحرامه السابق، فيغتسل ويتجرد من مخيط ويتطيب ثم يحرم. بل لو أن الحائض والنفساء، ما بدي تأتي المسألة أو لا، خافت فوات الحج وكانت أحرمت متمتعة وتخاف لفوتها الحج عشان قد يكون حيضها يطول، فنقول لها: أحرمي بالحج فاغتسلي وأنت حائض، وأحرمي بالحج، أدخلي على العمرة لتكوني قارنة كما فعلت عائشة. فالحائض أو النفساء إذا كانت أحرمت بعمرة متمتعة وخافت فوات الحج قلنا لها إيش؟ اغتسلي أيضا. قالت: أنا محرم. اغتسلي، هكذا النبي قال لها: اغتسلي وأحرمي بالحج لتكوني قارنة. طيب، قد يقول قائل: كيف يفوته الحج مع أن ما لها؟ مع أن إيش؟ عرفة لا تفوت على الحائض، فكيف؟ هي أصلا محرمة بعمرة ما تمت. أيوة، ما تمت العمرة. ليش؟ لأنها لا تطوف. نعم، وهي حائض. افعلي ما غير لا تطوف بالبيت حتى ايش؟ تطهري. فتخاف في هذه الحالة يقول: أحرمي بالحج لتكوني قارنة كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها. وكذا كل من خاف فوات الحج فيفعل كما فعلت عائشة. نعم. إذا كان يوم التروية فإن المتمتع يحرم بالحج من مكانه سواء كان مقيما في مكة. يعني خلك كأنك تمشي بالحج، كأنك تمشي بالحج بنفسك. شوف الحج هذا ما يفقه إلا لمن حج، وذاك ابن حزم ماله ما حج، وإذا قالوا أخطأ في أشياء كثيرة يتكلم عنها في الحج، ما حج رحمه الله، حج عنه بعض المشايخ قبل فترة. نعم. ويذهب إلى منى. أما القارن والمفرد اللذان بقيا على إحرامهما فإنهما أيضا يذهبان إلى منى، فالجميع يذهب إلى منى. هذا يوم الثامن يروحون قبل الظهر. ومن كان ذهب في حمله وأصبح في منى يحرم من منى من مكانه يوم الثامن قبل الظهر. نعم. فيصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلون الرباعية ركعتين بلا جمع، لأنه صلى الله عليه وسلم لما كان يوم التروية أهل من كانوا معه بالحج ممن فسخ إلى عمرة. يعني المتمتعين أهلوا بالحج يوم الثامن. أما القارن والمفرد بقي على إحرامه السابق فليس عنده إحرام جديد. نعم.
توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. رواه مسلم. وتصلي الرباعية ركعتين وقصر الرباعية ركعتين لجميع الحجاج من أهل مكة وغيرهم. يعني حتى حجاج مكة. ليه؟ لأنه لما صلى بهم ما قال يا أهل مكة أتموا، فإن قيل وقوله يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر، كنا مو في الحج، هذا يوم الفتح. هذا متى؟ هذا في الفتح. فقد غلط من غلط ظن أنه كان في الحج، هذا في الفتح. وأما في الحج فكان يصلي وصلى مع أهل مكة وغيرهم عليه الصلاة والسلام. وتأخير البيع عن وقت الحاجة لا يجوز عند علماء الأصول. نعم. تبقى أيها الحاج في منى يوم التروية، وهذا سنة، فتبقى بها إلى أن تصلي الفجر يوم التاسع، ثم تمكث قليلا حتى تطلع الشمس، ثم تسير إلى عرفة، لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة إذا كان يوم التاسع سر إلى عرفة من منى بعد طلوع الشمس ملبيا، يعني لا طلع من منى إلا بعد طلوع الشمس. يوم التاسع طلع من منى متى؟ السنة بعد، لكن لو تقدم الآن الحملة تقدم خوف الزحام فلا بأس بذلك. نعم. وإن كبرت أو هللت فلا بأس، لحديث عبد الله بن يعني وأنت ذاهب إلى عرفة فمنا المكبر ومنا الملبي. نعم. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة فمنا المكبر ومنا المهلل، فأما نحن فنكبر. قال: قلت والله لعجبا منكم كيف لم تقولوا له ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. رواه مسلم. وفي لفظ فمنا الملبي ومنا، يعني لا بأس أن يلبي من يلبي ويكبر في ذهابهم إلى عرفة. نعم. إذا وصلت إلى عرفة داخل حدود عرفة فإنك تبقى حتى يدخل وقت الظهر، ويسن لك أن تستمع إلى الخطبة التي في عرفة لتستفيد منها، ثم بعدها تصلي مع الإمام إن تيسر الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم بأذان وإقامتين لجميع الحجاج من أهل مكة أو غيرهم. وإن لم يتيسر فإنك تصلي في مكان إقامتك في عرفة مع رفقتك بأذان واحد وإقامة لكل صلاة، ولا تصلي بين الظهر والعصر شيئا. يعني ما في تنفل، لأن النوافل ما لها في السفر، ما لها، لا يصلي إلا ركعتين الفجر والوتر فقط. نعم. والضحى صلى الضحى، أنا أتكلم أثناء رواتب ما تصلي في نعم. خلي بعد الدرس أحسن. الأسئلة تكون بعد الدرس، الأسئلة بعد. أيوة تفضل. أيوة يكون الأسئلة بعد الدرس. أيوة تفضل يا وقوفه صلى الله عليه وسلم في عرفة بعد أن تصلي الظهر والعصر جمعا في عرفة تقف بعرفة، فإن الوقوف بها ركن الحج الأعظم، لحديث عبد الرحمن بن يعمر قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه ناس فسألوا عن الحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. الحج هذا الركن الأعظم وهو الوقوف بعرفة، ولو وقف لحظة أو وقف لا يدري أنها عرفة صح، ولو لحظة واحدة أو مر بها فإن وقوفه صحيح، لكن السنة يأتي السنة، هذا المجزئ. نعم. استمر في الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس وتذهب الصفرة قليلا حتى يغيب قرص الشمس. يسن لك أن تكون في وقوفك بعرفة في موقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرة إذا تيسر هذا، وإلا في مكانك. إن تيسر مفطرا، وأن تكون مفطرا. السنة أن تكون، لأن النبي ماله كان مفطر. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم بعث إليه بلبن يوم عرفة فشربه وهو واقف بعرفة. رواه الشيخان. ويسن أن تكون راكبا. إن تيسر أن تكون راكبا، النبي وقف راكبا على ناقته، أيوة، متطهرا على وضوء، مستقبل القبلة، داعيا رافعا يديه. نعم.
ففي الحديث ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة. لم يزل واقفا شوف من بعد الزوال واقف رافع يديه داعيا على طهارة راكبا وقت طويل حتى غاب قرص الشمس وهو رافع يديه حتى إن خطام ناقته صدق تناول بواحدة والثانية مرفوعة يدعو لأن هذا لا بأس. وأن يكون ضاحيا يعني في بعض الأحيان يخرج إلى الشمس ليكون ضاحيا اضحي لمن أهللت له. ولا بأس أن يكون عليه ثوب يستر به يعني قلنا غير ملاصق كما في حديث بلال. شوف عندك استقبل القبلة واقفا داعيا رافعا يديه متطهرا هذه كلها سنن. مستقبل القبلة أخذ له مدموه كبلة بيشربه وكفه ما في لا كبسات ولا قتال على السندويش يعني هو يوم واحد تخفف خذ ما تيسر إذا كنت حاجا واعتني بهذا اليوم. النبي هذا مغفور له ما تقدم ورافع يد يدعو. الخطام حق الناقة سقط ايش سوى؟ تناول والثانية نعم. ويسن أن تكون داعيا رافعا يديك لحديث عطاء قال أسامة بن زيد كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. رواه النسائي. يعني اهتمام بهذا اليوم من بعد الزوال وقوف إلى غابة الشمس وهو قاعد على الناقة مستقبل القبلة ما يكلم شيء الشرب بس هذا الحليب البسيط يبين لنا أنه مفطر داعيا. نعم. واستغل هذا الوقت من بعد الظهر إلى غروب الشمس في الدعاء. ومن أفضل الدعاء الذي يشرع أن تكثر منه ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أكثر من هذا الدعاء وادعو بما شئت. هذا الدعاء يا شيخ هذا اللي يستجاب في هذا اليوم. أنا أعرف أقواما يدعون يستجاب لهم. بعضهم ذكر لي أعرف ناس يعني 100% أعرف ناس 100% ذكروا أنهم يدعون ويستجاب دعاهم. قال والله أني أروح نعم وأرى في المنام استجابة دعائي. فلا يفرقني الحاج يسعي هنا وهناك. نعم. وبعضهم يوم كله قلت لك يعني اللي تصدقون يحذفون بعد هو يتلقف بس تلقف. نعم عصيرات آخذ ما تيسر. نعم صحيح يعني تأخذ ما تيسر يشتغل بهذا اليوم. هذا اليوم الملائكة تقول ما أراد هؤلاء. الشيطان هذا اليوم في خزي واندحاء. نعم. وإن لب الحاج في عرفة فلا بأس وقد قال بعض أهل العلم أنه من السنة. عرفة كلها موقف في أي مكان منها وتأكد أنك في عرفة تأكد نعم أنك داخل الحدود لأن لو وقف خارج عرفة ما يصح. وفي الحديث وارفعوا عن بطن عرنة. نعم. لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. جمع ما هي جمع المزدلفة. نعم كل مكان مزدلفة يعتبر موقف وكل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة. نعم. دفعه صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة. ادفع أيها الحاج من عرفة إلى مزدلفة بعد غروب قرص الشمس وذهاب الصفرة قليلا وليكن دفعك بسكينة. ففي الحديث بسكينة النبي كان هكذا السكينة هدوء. نعم.
ففي الحديث: وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء. شنقوا يعني إيش؟ حتى لا تندفع عن الناس. معه عالم، معه أكثر من 100,000. هذا من الإنس، ما قد يكون هناك من الجن أيضا عليه الصلاة والسلام. دول كلهم صحابة، كل اللي رأوا هذول صحابة، أكثر عن 100,000. نعم نعم. حتى إن رأسها ليصيب مورك، لكن موكب. نعم أيوه. حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. رواه مسلم. فإذا وصلت إلى مزدلفة فتوضأ إن لم تكن على وضوء، وصل بها المغرب والعشاء حال وصولك، جمعا بين الصلاتين بأذان واحد وإقامة لكل صلاة، ولا تصلي بين الصلاتين. ففي الحديث: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. رواه مسلم. وللبخاري: ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحد. يعني ما يقول واحد بينهما سبح بعدها، لا واضح يعني. فالرواية الثانية: لا بينها ولا على وراء كل واحدة منها. واضح؟ نعم. ها. وللنسائي: ولم يصلي بينهما شيئا، لكن صلى الوتر وركعتي الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها في الحضر والسفر. ثم اضطجع حتى يطلع الفجر وصل سنة الفجر، ثم الفجر في وقت هذا اليوم بعد ما نمت مزدلفة تصلى الفجر في أول بزوغه، أول وقت الفجر. وهذا خاص السنة بهذا اليوم، في أول وقت بزوغ الفجر. ليه؟ عشان يتسع الوقت للدعاء، لأنه يهتم بالدعاء، سيدعو وسيرفع يديه طويلا هنا حتى يدفع قبل ايش؟ طلوع الشمس. نعم. ثم اركب راحلتك وأتي المشعر الحرام فاستقبل القبلة وادعو الله. وكلها ايش؟ أي محل يعتبر كلها المشعر، مزدلفة كلها مشعر. نعم. وادعو الله وكبره وهلله ووحده واستمر على ذلك حتى يسفر جدا، ثم ادفع إلى منى قبل طلوع الشمس. ففي الحديث: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره. شوف عندك مسائل. كبر، شوف هذا دخل، هلل، دعا، وحد. ايش معنى وحد؟ لا إله إلا الله. يعني كم عندك مسائل؟ ها؟ يعني مو مجرد دعاء فقط، طلب، عندك توحيد وعندك تهليل وتكبير ودعاء. كم حاجات؟ استقبال القبلة. ها؟ أيوة، استقبال القبلة هذا، لأن هذا من مظان الإجابة. نعم. فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. رواه مسلم. ولا جعلوا كلام لأحد عليه الصلاة والسلام أبدا. صلوا على القبلة. نعم. ودفع قبل، لأن قريشا كانوا يدفعون متى؟ بعد طلوع الشمس، أشرق ثبير كما يقولون. فكان يخالف هدي المشركين، طريقة المشركين عليه السلام. نعم. وإن لم يتيسر أن تأتي المشعر الحرام في أي مكان في مزدلفة، لأنها كلها مشعر، وهذا كله سنة. وأما المبيت بمزدلفة فهو واجب إلى بعد نصف الليل عند أصحابنا. نعم. من لم يجد مكانا في مزدلفة بعد البحث أو لم يصل إليها إلا بعد الفجر من الزحام فلا شيء عليه. ولا يلزمه هدي، يعني ما وجد محل، ما وجد. نعم. عجز، العجز ما له يسقط عنه العجز، فاتقوا الله. خلاص هذا اللي. نعم. مزدلفة كلها موقف في أي مكان منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقفت ها هنا، وجمع كلها موقف. رواه مسلم. لا حرج على الضعفة من المرضى والشيوخ والنساء ومن تبعهم ممن معهم من محارم وسائقين ومن غيرهم من الأقوياء ومن غيرهم من الأقوياء التابعين لهم في التوجه من مزدلفة إلى منى في النصف الأخير من الليل أخذا بالرخصة،
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل، أو قال في الضعفة، من جمع بليل. رواه. يعني هذا لا الضعفة، واحد مع عوائل الآن، معه ناس تعبانين، معه ناس مرضى، حتى لو كان قويا لكنهم تابعون له ويحتاجون إلى رفق، فهذا النبي أذن لهم. نعم. ما يشترط مغيب القمر؟ ها؟ ما يشترط مغيب القمر؟ لا لا لا، إلى نصف الليل عندنا يا أصحابنا. نعم. هذا حديث نعم أم المؤمنين. نعم، لكن هذا عندنا إلى تفضل نصف الليل. أيوه. قال: ويجوز لهؤلاء أن يرموا جمرة العقبة ليلا، لحديث عائشة أنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها. رواه. يعني عندنا هذا الضعفة، لكن الأولى بالأقوياء أن يبقوا إلى وين؟ حتى يصل الفجر بمزدلفة، وأن يدعوا كما دعا النبي، ثم إيش يدفعون إلى منى ويأتيهم محسن ويسرعون فيه. نعم. ما قال: أما الأقوياء فالأفضل لهم أن يرموا جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، وهذا هو الأحوط، لحديث جابر رضي الله عنهما قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت. يعني يوم العيد رماها متى؟ الضحى. أما بقية الأيام بعد الزوال اللي هو ايش؟ اليوم الثاني والثالث، ونعم المتعجل، وما المتأخر 3 أيام التشريق. نعم. المتعجل في يومين. نعم. دفعه صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى. قد مر أيها الحاج أنك تدفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس لفعله صلى الله عليه وسلم. إذا وصلت إلى بطن وادي محسر واد بين مزدلفة ومنى، فأسرع قليلا فإن ذلك سنة، وإلا حرك قليلا، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك قليلا. رواه مسلم. وقالوا أن هذا حسر فيه الفيل، وادي محسر. نعم. وذلك ديار الذين عذبوا لا تدخلوها إلا وأنتم باكون. نعم. ولما بقوا بديار أسرعوا، وأمرهم النبي أنهم يتجنبون الماء الذي فيها إلا البئر التي كانت تجدها الناقة، فلا بأس أن يؤخذ من مائها. نعم. اسلك في طريقك ملبيا إلى منى الطريق التي تؤدي بك إلى الجمرة الكبرى جمرة العقبة، فإذا وصلت الجمرة فارمها ب7 حصيات، وكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، وارمها يعني بعر الغنم الصغار، مثل بعر الغنم الصغار هذا الحصى. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بحصى الخذف، والسنة أن ترميها كما مر بعد طلوع الشمس. حصى الخذف أكبر، ويرميها من بطن الوادي، لأنها أصلا من أول قبل ما يأتي الكباين كان ما ترمى إلا من جهة واحدة، أنها كان في الجبل. كان الآن زلت الجبال وأصبحت كباين، من أول كان ما ترمى إلا من جهة، كما ذكرني الوالد رحمه الله. نعم. حصى الخذف أكبر من الحمص قليلا، وقيل إنه كبعر الغنم. أيوه. نعم. إذا وصلت عند جمرة العقبة فاقطع التلبية لفعله صلى الله عليه وسلم، لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. نعم. أعماله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. أيها الحاج، قد مر أنك عندما تصل إلى منى فإنك ترمي جمرة العقبة لفعله صلى الله عليه وسلم. بعد رمي جمرة العقبة إن كنت متمتعا أو قارنا فانحر أو اذبح هديا، لأن القارن والمتمتع عليه هدي، كما قال الله: ما استيسر من الهدي، والهدي على المتمتع، والقارن ألحق به بالقياس، فالقارن والمتمتع عليهما هدي، والهدي ما هو؟ شاه كأضحية، أو 7 بقرة أو 7 بدنة، فالبدنة والبقرة عن كم؟ عن 7 في الهدي، وهتجزي في الأضحية. نعم، على القول الصحيح. قال: أفضل الهدي الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، وكذلك إن معك هدي مسنون. ثم الهدي لا يشترط أن يكون واجبا، بعض مثلا يذبح هدي تطوع لوجه الله عز وجل، فلا بأس بذلك.
ثم اطبخ من هديك وكل من لحمه واشرب من مرقه. هذا سنة، هذا سنة أيضا. في الحديث يجيك أيوة. ففي الحديث ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة. أيها